هل لازم اتعلم انجليزي الاول قبل ما ابدا في مجال الاي تي؟ ازيك؟ هقول لك الخلاصه ببساطه ونتعلمها مع بعض من الصفر. الموضوع ببساطه يا صديقي ان للاسف الناس اللي حطوا المنهج نفسه او حطوا العلم نفسه هم ناس اجانب، ناس بيتكلموا اللغه الانجليزيه، بجانب انك هتلاقي اغلب المشاكل اللي ممكن تحصل لك وانت شغال في الشركه في مجال الاي تي، هتلاقي برضو اغلب الحلول اللي فيها سواء بقى كانت معقده او كانت بسيطه، الناس الجامده برضو اللي فيها ناس بيتكلموا انجليزي. طب نحل المشكله دي ازاي؟ الموضوع ببساطه، هتاخد كورس، نفترض مثلا كورس الاي بلس او كورس CCNA، اي كورس انت يعني ايه انت فيه دلوقتي وشغال فيه دلوقتي حالا. كل كلمه انجليزي تقابلك ما تترجمهاش بالعربي، اوعى تعمل الغلطه دي. حاول تعود عقلك انك تعرف الكلمه بالانجليزي بتاعها. انت بس هتخش تكلم شات جي بي تي او تترجمها على جوجل عشان تفهمها بس قريبه من ايه بالعربي، انما انت مش هتاخدها بالعربي. زي مثلا كلمه سويتش، ده جهاز ليه علاقه بالشبكات. السويتش ده ما ينفعش يترجم بالعربي، يعني انت ما ينفعش تقول لنفسك انا عندي جهاز اسمه محول، انا هجيب المحول احطه على الراك، اللي هو بقى مش راك، هو اسمه تاني بس انا مش فاكر يعني ايه راك بالعربي بصراحه، وهستخدم الراوتر هو الموجه. ما لا كده مش هينفع. لازم تعرف ولازم تتعود على الكلمات التكنيكال اللي بالانجليزي وتعود عليها عشان تعرف تتكلم بيها، تعرف تحل المشاكل بيها، وتعرف حتى تكلم باقي التيم اللي شغال معاك في مجال الاي تي بالكلام ده، عشان بعد كده في الكورسات المتقدمه اللي هتاخدها ان شاء الله بعد كده اللي بيشرح لك ايا كان ايه او العلم ايا كان ايه هتلاقيه معتمد على اللي قبل. فما ينفعش انت تبقى متعود من وانت لسه في بدايه مجال الاي تي ان السويتش يعني محول، فانت كل ما تسمع كلمه سويتش تقوم على طول مترجمها محول. لا، انت كده بتزاول نفسك. خد السويتش على انه سويتش بس، خد كلمه اي بي على انها اي بي، مش على انها بروتوكول الانترنت. وكلمه بروتوكول دي اصلا يعني معناها اتفاقيه، او مش هتمشي كده خالص. يعني الاي بي هيبقى اسمه اتفاقيه الانترنت؟ مستحيل. مستحيل. فانت لازم تتعود على الكلام ده. طيب اقول لك على كده نصيحتين ثلاثه كده بساط خالص، طبقهم وانت شغال وانت بتاخد اي كورس في حياتك، مش اي تي بس كمان، وهيساعدوك وهيسهلوا عليك كتير قوي. انا شخصيا عملت ايه؟ دخلت كلمت شات جي بي تي وقلت له بعد اذنك ابعت لي اكتر 150 كلمه انجليزي هحتاجها في مجال الاي تي، فجاب لي كلام كتير قوي وجاب لي الشرح بتاعه، زي مثلا كلمه باك اب، زي كلمه ريستور، زي كلمه اي بي، زي كلمه دي ان اس، زي كلمه ماك ادرس، زي كلمه كاشه، زي كلمه اوبريتنج سيستم، وهكذا. فكتب لي ال 150 كلمه وانا قعدت اقراهم، فهو كان بيجيب لي الكلمه بالانجليزي والمعنى او الجمله كده بتعبر عنها بالعربي. فانا مع الوقت عرفت ان كل ما تيجي سيره كلمه اوبريتنج سيستم هو قصده هنا نظام التشغيل اللي هو زي ويندوز او زي لينكس. كل ما تيجي كلمه ماك ادرس هو قصده هنا اللي هو زي الرقم بتاع البطاقه مثلا بتاعي، اللي هو ايه ده اللي بيعبر عن كل جهاز كمبيوتر موجود في الشبكه بتاعتي، عشان نقدر نبعت الباكيتس او نقدر نبعت الداتا باستخدامه عن طريق جهاز اسمه ايه السويتش، اللي هو عباره عن ايه اللي هو برضو بربط بيه الاجهزه كلها، وهكذا. 150 كلمه. يبقى اول حاجه افتح شات جي بي تي قول له بعد اذنك قول لي على اكتر 150 كلمه هحتاجهم في المجال بتاعي. تاني حاجه، الحاجه اللي تاخدها بالانجليزي زي ما قلت لك افهمها بالانجليزي. يعني لو انت نفترض مثلا انت بتقرا دلوقتي مقاله تتكلم عن اهميه الاوبريتنج سيستم او الفرق بين لينكس وبين ويندوز، ونفترض عندك كده 3 4 جمل 5 جمل انت مش فاهمهم، ما تروحش تاخدهم لشات جي بي تي وتقول له بعد اذنك ترجمهم لي، لا، خدهم هم وقول له بعد اذنك بسطهم لي، فهيقول لك نفس الكلام بالانجليزي هو بنفس المفاهيم بتاعته بس بلغه انجليزيه ابسط شويه. فكلمه باك اب هتبقى هي باك اب. وصلت؟ انما لو قلت له ترجمها لي هيجيب لك كلمه باك اب دي على انها استرجاع او اعاده استرجاع او حاجه كده مش فاهمها بصراحه، بس المهم ان المعنى بتاعها مش هيبقى المعنى الصح. فاتمنى صديقي تكون استفدت، وابدا من دلوقتي بعد ما تقفل الفيديو ده حالا، ابدا من دلوقتي خد الكورس، ما تخليش اي حاجه تعطلك خالص. المحتوى العربي موجود كتير قوي. انا شخصيا عامل دبلومه كامله اسمها دبلومه هيلب ديسك، بتتكلم عن اساسيات الكمبيوتر من اول يعني ايه الكمبيوتر اصلا، يعني ازاي بيشتغل وازاي كيف بدا الكمبيوتر والمكونات بتاعته سواء بقى كانت هاردوير او كانت سوفت وير، وازاي تجمع جهاز كمبيوتر وازاي تحل اغلب المشاكل اللي فيه. وكمان بتكلم عن اساسيات الشبكات اللي ليها علاقه بالاي بي والدي ان اس والدي اتش سي بي، وازاي تعمل شبكه وانواع الاجهزه وانواع الشبكات المختلفه وازاي تحل اغلب المشاكل اللي موجوده. وبعد كده بنتكلم عن اساسيات السكيورتي، ازاي تامن وازاي تفكر زي الهاكر علشان تحمي الجهاز بتاعك، وازاي تطبق الجروب بوليسيز والجروب واليوزر بيرميشنز والفاير وول والانتي فيروس وحاجات كتير قوي. واخر قسم موجود معايا في الكورس بيتكلم عن اشهر المشاكل الشائعه اللي هتقابلك كل يوم وانت شغال كاي تي هيلب ديسك او كاي تي تكنيكال سبورت. لو عايز تشترك في الكورس هتلاقي الرقم موجود هنا كده، ابعت لي على الواتس هبعت لك كل التفاصيل. ولو مش عايز تشترك انا انصحك انك تبدا بالاساسيات، تبدا بكورس الاي بلس اللي بيتكلم عن اساسيات الكمبيوتر، وبعد كده تخش على الان بلس اللي بيتكلم عن اساسيات الشبكات، وانت بقى هتكمل وتعرف باقي الطريق. اهم حاجه تسرش كويس قوي علشان تلاقي حد يشرح لك كويس وبالطريقه اللي انت عايزها وبالطريقه البسيطه السهله اللي تفهم منها، واوعى تترجم اي حاجه. ربنا معاك، وما تنساش تصلي على النبي. ولو عندك اي سؤال ليه علاقه بمجال الاي تي اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.